بص يا ابو ادم بقى، انا هعرفك على اللعبه اللي هتندمك على اليوم اللي انت فكرت فيه انك تقول اي حاجه تزعل بيها حد، او اليوم اللي انت اتولدت فيه يعني. هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تعمل أي حاجة غلط. اللعبة اللي معانا الفقرة الأولانية هي اسمها لعبة تهذيب وإصلاح. كل قلته في اللعبة دي هنسألك شوية أسئلة كده محرجة، وقدامك شوية أطباق اللي أنت شايفهم دول. شايف الأطباق الجميلة دي اللي متغطية اللي لونها أحمر؟ مفخخة فيها أكلات إيه بقى؟ من اللي يستاهلوا بقك يعني، مش أكل عادي كده. عقاب. ليه بقى كعقاب؟ علشان يا اما هتجاوب على السؤال اللي انا هساله لك او اللي بيكا هيساله لك، او هنلف الترابيزه وهتختار طبق من دول وهترفع الطبق وهتاكل، وعلى شرط الاجابه تبقى صح او نبقى احنا مقتنعين بيها. والسؤال الاول هسيب بيكا يسال. هسألك السؤال. يلا. اسم أكتر واحدة أنت حبيتها في حياتك؟ مها. مها؟ أنت برافو أنت برافو. أنت على طول كده جبت ما هو الصراحة بقى. برافو أنا برافو. لسه ما عملتش معاك أي احنا حاجة. بنسخن. لا، ما انا قلت يعني الصراحة. خلاص احنا كده أنت بنسخن. عديت من أول مرحلة. برافو عليك. ماشي. طيب انا سؤالي بقى، ايه اكتر عدد بنات صاحبتهم على بعض من غير كده؟ صاحبت بنات على بعض؟ اه. عمري ما عملتها في حياتي. أبو والله آدم. عمري ما عملتها. والله عمري ما عملتها. طب يا جماعه ده بيحلف، نصدقه ولا ايه؟ لا، لازم تصدقيني انا ما عملتهاش فعلا. عمرك ما صاحبت بنات على طب بعض؟ خلي مثلا لو انت مش ده هينزل على السوشيال ميديا، خلي في الكومنتات لو في بنات انا صاحبتهم على بعض يكتبوا. ماشي. المايه كانت كومنتات تكذب الغطاس. ماشي. كومنتات تكدب الغطاس، ها؟ ماشي. ماشي.